وجع الراس مش صدفة والله، ده إنذار. الصداع النصفي بيبدأ من فكرة صغيرة جواك، فكرة إنك لازم تكون مثالي، ما ينفعش تغلط وما ينفعش كمان ترتاح. وعشان تحقق الصورة دي بتبدأ تضغط على نفسك، وتضغط في الشغل وفي العلاقات، حتى في عبادتك. كل حاجة لازم تبقى كاملة و100%. ومع الوقت الضغط ده بيزيد وبيكون غضب جوه، والغضب اللي جواك مش بتطلعه، بتكتمه وتقول لنفسك لا لا انا لازم اكمل. ليه؟ علشان انا قوي، انا ما ينفعش اضعف. وساعتها جسمك بيبدأ يتكلم بدالك بالصداع، بيجي كأنه بيقولك بالظبط عقلك فوق طاقته. وجع الراس مش صدفة والله، ده إنذار. مش لأنك فشلت، لكن لأنك إنسان. ربنا ما طلبش منك تكون كامل. ربنا قالك حتى بصوته في القرآن: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى. يعني المطلوب منك السعي مش الكمال. هو شايف تعبك وشايف مجهودك، حتى لو النتيجة مش مثالية ربنا بيطمنك بنفسه، بيقولك أنا شايف سعيك، فاهدى شوية.